السلام عليكم. كنا اتكلمنا قبل كده في اليورين اناليسيس في تحليل البول. اتكلمنا على 3 مراحل الفحص: الفيزيكال اكزامينيشن والكيميكال اكزامينيشن والميكروسكوبيك اكزامينيشن، ويعتبر شرحنا الفيزيكال والكيميكال بشكل مفصل. كان متبقي الجزء بتاع الميكروسكوبيك اكزامينيشن، وفي بعض الحاجات اللي عايزين نفرق بينها في الميكروسكوبيك اكزامينيشن. اهم حاجه في الميكروسكوب اكزامينيشن ان انا يكون عندي ميكروسكوب، وده الجهاز اللي انا هستخدمه. الميكروسكوب ده هو الايد اليمنى بتاعتنا اللي بنشتغل بيها. لازم يكون الجهاز نظيف جدا، الميكروسكوب يكون محترم، العدسات تكون رايقه مفيش عليها اي رواسب، تكون نظيفه. لما بنيجي نفحص البول، المفروض ان احنا زي ما اتفقنا بناخد جزء في تيوب، في انبوبه بناخد فيها جزء من اليورين، ونسيبه يترسب بفعل الجاذبية، أو نسنتره في السنترفيوج لمدة مثلا 3-4 دقايق. مفيش مشكلة لو رسبناه لمدة دقيقة أو حاجة، مفيش مشكلة. المهم إن احنا برسب الفكرة بتاعتنا، رسب المكونات اللي موجودة فيه. لو في ابيثيليال باس سيلز اللي هي خلايا صديدية، ار بي سيز، كرات دم حمراء. فالمهم إن أنا بسنتره السنترفيوج، بيتحول بعد كده إن في راسب بيتكون في القاع. ابتدي اخد الجزء اللي فوق ده، اللي هو السائل اللي فوق السوبرنيتنت دوت، برميه واتخلص منه خالص. وبعد كده بيبقى عندي في التيوب بتاعتي الجزء اللي هو مترسب ده، اللي هي الخلايا بأشكالها بقى. وأقوم واخدها مفضيها على الشريحة الزجاجية، السلايد بتاعتنا النضيفة برضو، ميكونش عليها أي شوائب أو أي حاجة تحت الميكروسكوب. وأقوم فاردهم، وده حاطط عليهم كفر سلايد، شريحة كده ازاز بتبقى سمكها بسيط جدا، اسمها كفر سلايد. احطها على كمية البول اللي انا فضيتها، اللي هو الجزء الراسب اللي انا فضيته على الشريحة. الكفر سلايد دور ان هو بيفرد كل المحتويات تحت الميكروسكوب، وفي نفس الوقت بيحمي العدسة اللي انا هفحص بيها ان هو ممكن البول يتلامس معاها. بفحص البول بالعدسة كام؟ انا اولا بستخدم العدسة اللي هي الباور اكس، اللي هي ال10، القوة التكبيرية 10، اللي هي اللو باور فيلد. باخد نظرة عامة كده على البول من بعيد، لكن الفحص الأساسي والنتيجة بتتكتب من خلال إن أنا بفحص بالعدسة اللي هي العدسة 40، الباور إكس 40، القوة التكبيرية بتاعتها 40. العدسة دي برضو لازم تكون كويسة جدا، نظيفة، مفيش فيها أي شوائب. العدسة 40 تسمى العدسة اللي هي الهاي باور فيلد، اتش بي اف، هاي باور فيلد. فبالتالي النتائج، أي نتائج أنا بعد خلايا اللي هي الار بي سيز أو الباس سيلز او اي شيء انا بعده، زي غالبا بيبقى الار بي سيز والباس سيلز، الاعداد بتكون مكتوب جنبها كده اتش بي اف، اللي هي الهاي باور فيلد، اللي هي العدسه اللي هي القوه التكبيريه 40، عدسه 40. تمام. يبقى انا عندي الميكروسكوب كويس، العدسات 10 و40، لكن العدد اللي بيطلع بنعده من خلال العدسه 40. خلاص، حطيت الراسب، حطيت عليه الكفر سلايد، ببتدي احرك العدسه 10، اخد نظره، اظبط في حاجه. طبعا الميكروسكوب احنا شاطرين فيه وعارفين نستخدمه ازاي. في عندنا الفاين، في عندنا الفوكس، وفي عندنا الفاين. الفوكس ده اللي هو الجزء الكبير اللي بمسكه بايدي اليمين، اللي بيحرك المسرح الستيج لفوق ولتحت. وابتدي احرك بالفوكس اللي هو بيحرك حركه كبيره جدا، وارفع الميكروسكوب المسرح الستيج ده لحد ما ابتدي اشوف صوره. طبعا اكون باصص بعينيا بس بحذر، اشوف الصوره وتبتدي تيجي قدامي، الرؤيه تظهر وتختفي. مجرد ما ظهرت الرؤيه، ما عدتش بستخدم الفوكس اللي هو بيحرك المسرح ويرفعه مسافه كبيره، بستخدم حاجه اسمها الفاين، اللي هو الدائري الصغير اللي بيلف بحركه بطيئه، وابتدي احركه سنه فوق سنه لتحت لحد ما هيظهر لي المحتويات تكون داخل الفيلد. لان انا ممكن ابتدي اشوف حاجات، اشوف خيال، وانا ما اكونش في الفيلد اصلا اللي المفروض اعد منه. فبالتالي انا بكون بره الفيلد، ممكن اقول انا مش شايف حاجه. ممكن اشوف شوائب كده على انها هي مثلا شويه كريستالز، املاح، امورفس او حاجه، وابتدي اكتب امورفس، وانا اصلا ما كنتش دخلت في مجال الرؤيه اللي هو الطبيعي اللي هو جوه الفيلد. لا، لازم اكون شايف كويس، شايف الخلايا كلها كويس. طيب خلاص، انا ظبطت الرؤيه، عرفت ان انا هفحص بالعدسه ال 40، كل حاجه تمام. اشوف شكل الار بي سيز وشكل الوايت بلاد سيلز اللي هي الباس سيلز، الخلايا الصديديه، عشان محتاج ان انا اعدهم. طيب، شكلهم هيبان في الصورة اللي هتعرض ديت، زي ما حاصل في الصورة كده قدامنا، شكل الار بي سيز او شكل الوايت بلاد سيلز. الار بي سيز طبعا معروف شكلها ان هي عبارة عن دائرية، وبتكون مقعرة من النص، ده الشكل بتاعها. وبيكون حوالي تلتين الخلية من الخارج بتكون فيها الهيموجلوبين، والتلت اللي في النص بيكون هو الفراغ. طبعا الكلام ده ما بيبانش هنا في اليورين، الكلام ده في الهيماتولوجي. ولكن في اليورين بتبان ان هي خلية عبارة عن كأنها دايرتين جوا بعض، دايرة كبيرة ودايرة صغيرة. هتبان في الصورة طبعا.
طيب الوايت بلاد سيلز اللي هي اتحولت لباس سيلز، ايه هي الوايت بلاد سيلز؟ ايه الباس سيلز؟ في البول بنقول عليها الباس سيلز، الخلايا الصديديه. الخلايا الصديديه ما هي الا عباره عن كرات دم بيضاء، وايت بلاد سيلز، عملت فاجوسيتوزيس للبكتيريا، كلتها، قتلتها، وبالتالي اتحولت بنسميها بعد كده للخلايا الصديديه، الباس سيلز، اللي هي الخلايا اللزجه او المخاطيه، اللي قتلت البكتيريا واتخلصت منها. طيب الوايت بلاد سيلز كرات دم بيضاء، والكرات الدم البيضاء في منها انواع، وغالبا اللي بيعمل عمليه الفاجوسايتوزيس ده بيكون خلايا النيتروفيل او خلايا المونوسايت، فغالبا بتكون النيتروفيل خلايا مفصصه، ففي الغالب بتكون محببه فيها نقط، لان معروف ان خلايا الدم البيضاء في منها جرانيولوسايت وفي اجرانيولوسايت، محببه وغير محببه، فاللي بيعمل عمليه الفاجوسايتوزيس ويتخلص من البكتيريا غالبا النيتروفيل. بتلاقي الوايت بلاد سيلز اللي هي بقت باس سيلز بتلاقيها عباره عن دائره فيها حبيبات كده، وبيكون حجمها اكبر من حجم الار بي سيز. لو انا عايز افرق بينهم، حجم الوايت بلاد سيلز زي ما يبان في الصوره حجمها اكبر من حجم الار بي سيز بقدر كافي. طيب ايه بقى النقطة المهمة اللي احنا محتاجين نركز فيها في الجزء الميكروسكوبي في الحتة دي؟ دي أول نقطة مهمة في التفرقة بعد ما عرفنا إن أنا هعد. طبعا العدد أنا ببتدي أعد، وليكن أنا خلاص جبت على السنة 40، ببتدي أعد أكتر من فيلد، ببتدي أتمشى في المسرح كده بشكل زجزاجي، وابتدي أعد الخلايا اللي أنا كل ما أمر على خلايا وابتدي أعد. أنا شفت مثلا أقل عدد شفته من الخلايا الار بي سيز بعد ما أنا ببقى طبعا عارف شكلها ومتأكد منه، أقل عدد شفته مثلا خليتين 2 ار بي سيز، وأكتر عدد شفته مثلا 6. فبالتالي ما بكتب العدد، بكتب من 2 إلى 6، يبقى النتيجة بتاعت البيشنت ده 2 شرطة 6 ده على الهاي باور فيلد، يبقى ده عدد الار بي سيز. الباص نفس الحكاية، ببتدي أبص زجزاج ماشي في الفيلد لحد ما أعد خلايا الباص سيلز اللي أنا برضو ببقى عارف شكلها كويس جدا زي ما هي واضحة في الصور اللي ظهرت. الخلايا دي بتكون محببة زي ما قلنا، ببتدي أعدها برضو. أنا شفت مثلا باص سيلز من 7 ل10، من 10 ل12، 10 دي اللي هي أقل عدد، و12 دي اللي هو أكتر عدد أنا شفته في الفيلدات بتاعتي. فبالتالي دي الأعداد، أعداد تقريبية من 1 ل3، من 3 ل5، 5 ل7، 7 ل10، 10 ل12، من 15 ل20، من 20 ل25. باجي عند ال50 وما عدتش ببتدي أمشي خمسات، لأن صعب إن أنت لما تيجي بعد الخمسينات تبتدي تشوف أعداد بسيطة، يعني مش هينفع تشوف من 50 ل5 ل 52، بتوسع الرينج شوية، فمن 50 ل60، لكن برضه مش هتختلف إن أنا كتبناه من 50 ل 55، مفيش مشكلة، يعني الموضوع هيبقى بسيط جدا لو عملناها كده. طيب خلاص ده عرفنا ازاي نعد. ازاي افرق بينهم لو انا شكيت بينهم؟ احيانا وانا بفحص بالميكروسكوبي بيكون الخلايا متشابهه قدامي، حاسس ان هما الاثنين شبه بعض، مش عارف افرق. عندي عدد كبير جدا، عندي على الشريط الكيمياء اللي احنا قلنا عليه في الكيميكال اكزامينشن بيبقى فيه برضه منه ايتم كده بيبقى اسمه ليكوسايت. ليكوسايت ده بيلون لون بنفسجي لو هو فيه خلايا كوكرات دم بيضاء. طيب هو بيديني بس ايه، يعني بيديني كمؤشر انديكيتور كده ان انا في خلايا دم بيضاء، فهل اشوفها او مش اشوفها؟ انا اللي بشوف بعينيا في الميكروسكوبي، هو ده الادق، الحاجه اللي بعينيا ادق دايما. طيب فنفس الكلام البلاد، احنا ربطنا في الكيميكال البلاد بالار بي سيز، وقلنا ان البلاد لو ملون على الشريط في الجزء بتاع الكيميكال برضو بيكون انا شايف ار بي سيز تحت الميكروسكوب. انا عندي الاثنين ملونين وانا شايف خلايا، وطبعا الاثنين قريبين من بعض، حاسس ان انا مش عارف افرق بينهم. الفرق بينهم افرقه ازاي؟ اهم نقطه هنا ان انا بحط نقطه حمض خليك. عندنا في المعمل لما باجي اعمل عد مانيوال لكرات الدم البيضاء، عايز اعمل مانيوال وايت بلاد سيلز في صوره الدم الكامله اللي هي الكومبليت بلاد كيموجرافيك او كومبليت بلاد كاونت سي بي سي، بعد كرات الدم البيضاء بمحلول عد. محلول عد ده عباره عن حمض خليك، اسيتيك اسيد. المحلول ده دوره ان هو بيكسر كل خلايا الدم البليتلتس والار بي سيز، وما بيسيب لي فقط الوايت بلاد سيلز. طيب انا عندي دلوقتي شك اللي قدامي ده خلايا وايت في البول بقى، انا بستخدمه اصلا في الهيماتولوجي لما باجي اعمل عد مانيوال للوايت بلاد سيلز، ده لو ما كانش فيه جهاز يعني سيل كاونتر اوتوميتد يعني. فانا هعمل ايه؟ بيبقى عندي البوتل بتاعتي، بيبقى عندي العبوه بتاعت المحلول العد الابيض ده، بقوم حاطط منه نقطه. هو طبعا دوره في الهيماتولوجي يعد كرات دم بيضاء ويكسر كل خلايا ما عدا كرات الدم البيضاء، بقوم حاطط نقطه على الشريحه اللي انا شاكك فيها ان كان دي ار بي سيز ولا وايت بلاد سيلز. فبالمنطق كده ايه اللي هيحصل؟ اكيد هترد على نفسك دلوقتي وهتقول ان انا هو بيكسر كل الخلايا ما عدا الوايت بلاد سيلز، حطيت منه نقطه، لو الخلايا اللي قدامي اللي كانت ظاهره عدد كبير جدا 3/4 اختفى. معنى ان هي اختفت ان هي اتكسرت ليه؟ لان هي مش وايت بلاد سيلز، لان هو محلول عبد ابيض، فالحمض اهو بيكسر كل الخلايا ما عدا الوايت بلاد سيلز. فمعنى ان معظم الخلايا اتكسرت، معظمها كان ار بي سيز، فانا بالتالي عرفت افرق بين ان هي ار بي سيز ولا وايت بلاد سيلز ازاي؟ بان انا بحط نقطه من حمض الخليك الاسيتيك اسيد. الخلايا لو اتكسرت كلها يبقى اذا اللي كان قدامي ده هو كان ار بي سيز، لان هو بيحتفظ بالوايت بلاد سيلز بس. طب لو انا حطيت النقطه والخلايا ما زالت زي ما هي، يبقى اذا ده كلها وايت بلاد سيلز.
وانا طبعا تقريبي هبتدي اقارن ان كنت شاكك ان كان نصهم وايت بلاد سيلز نصهم ار بي سيز. هنعرف بالفكره دي اول نقطه واول حته هنفرق بينها الفروقات في اليورين. دي كانت اول نقطه اللي هو الفرق بين البص والار بي سيز. نكمل في الجزء الثاني ان شاء الله بقيه الفروقات وبقيه الفحص الميكروسكوبي والكريستالز بانواعها اللي بتظهر في الاسيدك والالكالاين، وازاي نفرق بين الاثنين اللي يعتبر متشابهين مع بعض في الشكل، امورفوس يوريت وامورفوس فوسفيت، وعلاقه الامورفوس فوسفيت بالبروتين عن طريق الفحص الكيميائي وازاي افرق بينهم.